السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة أوفر أكلة. أنا حطيت كده على النار كوباية وربع مية، وحطيت عليها ربع كوباية زيت، وهحط كمان كده يعني نص معلقة ملح أو أقل شوية، وهنزل كده بكوبايتين دقيق بالتدريج، بس لما المية تغلي شوية كده أو أول ما تغلي يعني هروح نازله بقى بالكوبايتين الدقيق. بصي ادي كوبايه اهي، وهنزل بقى كمان بكوبايه تاني، وهستنى لما الدقيق والميه يدخلوا في بعض شويه، مش لازم يتعجنوا هم على النار خالص يعني، هما بس يدخلوا في بعض شويه كده، وبعد كده هروح نقلاهم في حاجه تانية اهو زي ما نقلتهم كده، وهسيبهم بقى لما يبردوا شويه عشان اعرف هعجنهم بقى في بعض كده شويه عجنه كويسه، وهخلي القوام الدقيق والعجينة يعني ما يكونش ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، كده في الوسط يعني. طريقة العمايل دي بتخلي العيش، انا هعمل كده عيش سوري او شبيه بالعيش السوري، مش بالظبط عيش سوري يعني، بتخلي العجينة لما تيجي تاكلي ما تمطش كده معاكي وتبقى صعبة البلع وكده، لا بتبقى سهلة كده ان شاء الله، وبيبقى طعمها جميل. هسيبها بس ترتاح شوية كده، وحمر بطاطس. الحشوة دي بتاعتك انت حرة يعني، زي ما تحبي حشوة حطي، ممكن لحمة مفرومة، ممكن حتى بيض بالبسطرمة عادي، ممكن تخليه بس عيش كده ما تحشيش فيه حاجة. انا حطيت مايونيز وملح، وده خيار كنت مخللاه، ممكن لو عندك زيتون، وحطيت كمان طعم الجبنة. بصي كده انا عملتها رقيقة عشان ايه لما اسويها يعني ما تبقاش برضو ايه تبقى تخينة كده، لا يبان فيها طعم الحشو. قلبت صينية كده، وبصي حطيتهم فوق بعض لان انا طبعا فردها بالدقيق فما لزقتش في بعضها. هسوي بقى كده بالطريقة دي، وبياخدش وقت طويل في السوا، بس انا برضو ما وريتكمش السوا كله عشان بس اختصارا للوقت يعني، عشان ما يكونش الفيديو طويل. كده هحط بقى المايونيز اي مخلل عندك، خيار او زيتون وطعم الجبنه وشويه ملح صغيرين على البطاطس كده، وهقلبهم تقليبه. بصي كده بعد ما سويت، بصي الكميه دي كلها من كوبايتين دقيق، وبصي كمان يعني صراحه قوامه عجبني جدا، عشان كده انا قلت اعمل لكم فيديو عنه يعني. قوامه جميل كده وطعم، ومش بيمضغ قوي كده، للاطفال الصغيرين يعرفوا ياكلوه. وحجم الرغيف زي ما انت حابه كبير، حابه يكون صغير شويه، دي بتاعتك انت زي ما انت حابه. ممكن تعمليه كبير يبقى زي حجم كده اللي هو الرقاق، وتعمليه زي الولاد كده ما بيحبوا يجيبوا من بره الكريبات والكلام ده كده، زي المثلث كده، تقسميه 2 وتقلبيه. التشكيل بقى بتاعك انت براحتك يعني. كده انا هشكله بقى كله كده زي ما انت شفتي، وهحط الحشوة المتوفرة عندي. ممكن احط فيه جبنة، ممكن لو بجبنة رومي بيبقى جميل جدا. ممكن بعد ما خلصت حشوة عاوزة اشوحه كده في سمنة او في زيت هشوحه، مش حابة وخلاص عاوزاه كده يكون خفيف تمام يعني. زي ما انت عايزة هو كده، بس اهم حاجة انه انا وريتك طريقة عمايل العيش، وبرضو اهم حاجة ان انا قلتلك الميزة اللي فيه ان هو مش بيمط، وانتي لما بتيجي تقطميه كده مش بيتمط معاكي كده، لا بيبقى جميل وسهل البلع يعني. ان شاء الله كده جربوه، ويا رب الطريقة دي تعجبكم، والف هنا.